يا صباح الفل، يا صباح الغردقة عليكم. أنا رامي كامل يا جماعة، قهوتك وركز معايا. تقسيم الانتر كونتيننت تقسيم رايق جدا، من المطار للممشى. دي اعظم حته في الغردقه، اغلب اللي عايشين فيها هتلاقوا اجانب، ما فيهوش فيلا، شقق بس، بدروم وارضي واربع ادوار، او ارضي واربع ادوار، او بدرومين وارضي واربع ادوار، على حسب كل شارع. اللي بيدور على تقسيم رايق في محلات، هو ده التقسيم بتاعك. اللي بعد الانتر الكوثر، هي الترند دلوقتي. ليه الكوثر؟ ماسك من الممشى لطريق المطار. تقسيم اللي بالنسبه لنا ورث الشيراتون، ده اغلى سعر متر موجود. التقسيمات بتاعتها ايه؟ بدروم وارضي واربعه، او 2 بدروم وارضي واربعه، على حسب الارتفاع والطيران المدني. اي حاجه انت بتدور عليها دلوقتي هتلاقيها موجوده في تقسيم الكوثر. انا انبهرت. شارع البنوك وشارع مترو كله محلات، هتتمشى فيه الصبح بالليل منور. كمان اتعمل له ممشى جايه من الممشى السياحي وداخله على الكوثر. وشارع ابو 10 شارع واسع ومعروف وفيه محلات. وشارع البولينج، كل الناس في الغردقه بيروحوا البولينج يلعبوا بلياردو بينج بونج، وجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا، وترابيزات بلياردو وبنج. هي النايت لايف الجديد بتاع الغردقه. اي حد عايز حواليه كل حاجه، لا روح حضرتك اشتري في الكوثر. لو عندك اي سؤال ابعت لي في الكومنتات وانا هرد عليك. باي يا صديقي.